الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها. ولا حياة للقلب عندي. نعم. وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله، ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله. أعد ولما. نعم. أعد ولما. ولما شعث قلبه بالإقبال على الله، أو ولما شعث قلبه بالإقبال على الله. ولما. نعم. ولما شعث قلبه. أيوه. ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله. أعد ولما. أنا عندي ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله. أشار إليها في الحاشية. نعم. قال رحمه الله: اجتمعت. نعم. ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده، بل خطرات قلبه، فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أطيب العيش أي في هذه الحياة الدنيا عيش المحبين الذين شغلت
قلوبهم بمحبة الله ولوازم هذه المحبة من خضوع وذل وانقياد لله سبحانه وتعالى. فأهل هذه المحبة هم أهل أطيب العيش. وذكر دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الحياة الدنيا يفوز بطيب العيش فيها. ثم أوضح رحمه الله تعالى أن طيب العيش المراد بالآية أو الذي ذكر في الآية ليس ما يتعلق بالمطعم والمأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، فإن هذه أمور مشتركة، بل قد يكون عند بعض الكفار والفجار ما هو أكثر وأوسع مما عند المؤمن التقي. وأمر الدنيا في متعها هين على الله سبحانه وتعالى، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء، كما صح بذلك الحديث. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بشأن هذه المتع: قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي المسلمين والكفار، من عطاء ربك. يعني هذا المراد، هذا النوع من العطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن هذه المحبة لله إيداعها في قلب المؤمن هي أعظم العطايا وأجلها، وهي التي يترتب عليها طيب العيش وهناءته وقرة العين، لأن هذا الطيب في عيش هؤلاء مرده إلى راحة قلوبهم بحبها لله، باستكانتها وأنسها وذلها لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى به نيل الحياة السعيدة، فإن مدار الحياة السعيدة على حب القلب لله وخضوعه له وأنسه به وتلذذه بطاعته سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه في حبه لله عز وجل تجتمع همومه وعزائمه وإراداته على إرضاء محبوبه جل وعلا خضوعا وذلا، فيسكن قلبه بذلك ويأنس بحبه لسيده ومولاه سبحانه وتعالى. ويكون شأنه كما ذكر ابن القيم: إن سكت سكت بالله، وإن نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن. أي أن هذا الحب لله والخضوع لله أورثه معية الخاصة، معية الله الخاصة له، التي جاء بيانها في الحديث الذي ذكر رحمه الله، وهو في صحيح البخاري، ويعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، لأنه ذكر فيه صفتهم ومقامهم ومكانتهم عند الله
وحديث قدسي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته بالحرب. وهذا في خطورة معاداة أولياء الله، وأن من يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى فقد آذنه رب العالمين جل وعلا بالحرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: وكذلك ننجي المؤمنين. فالله عز وجل تولى الدفاع عن عبده المؤمن، فمن عاد أولياء الله فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هم أولياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب؟ من هم؟ فجاء الجواب في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا ما هو؟ نعم، هذه صفة أولياء الله الذين من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب. ولهذا تأمل كلام ابن القيم، يقول رحمه الله: حصر في هذا الحديث الشريف الإلهي محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. حصر معنى الولاية في هذين الأمرين، فأهلها أهل الولاية. حصر المعنى في هذين الأمرين: أداء الفرائض والعناية بالنوافل. من كان محافظا على فرائض الدين والواجبات مبتعدا عن الكبائر والآثام فهذا من أولياء الله. هذا من أولياء الله. والرجل الذي عدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض التي افترضها الله على العباد، فقال على إثر ذلك: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق. فمن أدى الفرائض وترك الحرام هذا من أولياء الله. هذا من أولياء الله الذين من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب. فإن زاد على ذلك عناية بالنوافل والرغائب فإن درجته في الولاية ماذا؟ تعلو وترتفع، فيفوز بذلك بحب أعظم من الله له. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأول الذي يتقرب إلى الله بالفرائض يحبه الله سبحانه وتعالى، وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده. لكن إن اعتنى بالفرائض ثم ارتقى زاد عناية بالنوافل والرغائب، زاد حظه ونصيبه من حب الله له حتى أحبه، أي الحب التام، الحب العظيم. فإذا أحببته هذه ثمار يجنيها العبد من تحقيقه لهذا المقام، مقام الولاية.
كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه كلها ثمار وآثار. ويأتي حديث جميل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عنها. نعم. قال رحمه الله: وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل. ثم بعدها النوافل، يعني لا تقدم العناية بالنوافل على الفرائض. ولهذا يقول أهل العلم: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لأن الفرض هو المقدم، وما تقرب متقرب إلى الله بأعظم من الفرض. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لا يشتغل بنفل مع إضاعة فرض، هذا نوع من الغرور. سبحان الله. إذن من شغله اللهو عن الفرض ماذا يكون شأنه؟ إذا كان العلماء يقول من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فإذا من شغله اللهو عن فريضة الله سبحانه وتعالى ماذا يكون شأنه؟ نعم. قال رحمه الله: وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع بمحبوبه، وإن أبصر به، وإن بطش به، وإن مشى به، فهو في قلبه ومعه وآنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. يقول رحمه الله: الباء في الحديث هنا، فبي يسمع، بي يبصر، بي يبطش. يقول الباء هنا باء المصاحبة، وهي نظير ما يأتي في النصوص من ذكر المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية خاصة غير المعية العامة لعموم الخلق بالرؤية والاطلاع والعلم والإحاطة، وإنما هي معية خاصة لها مقتضياتها من التأييد والنصر والحفظ والولاية والتوفيق. نعم. قال: ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق، نعم، يقول هذه مسألة العبارة تقصر عن إيضاحها وبيانها، في مسألة حالية، يعني من الأحوال، أحوال القلوب التي تدرك ببلوغها. أما مجرد العبارة لا تفي بها، مهما شرح الشارح وبين المبين العبارة لا تفي ببيانها، لكنها هي صفة للقلب، حال من أحوال القلوب يرتقي القلب إليها ويصل إذا بلغ هذا المبلغ، فتعرف بذوقها. إن أكرم الله سبحانه وتعالى عبده ووجدها عرفها، لكنها الشرح مهما كان لا يفي ببيان حقيقتها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي. أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. هذا الذي يذكر ابن القيم رحمه الله هو موجود يعني في واقع خلق، موجود في واقع خلق من الناس، يتعلق قلبه بمحبة من المحبات الزائفة فتصبح مسيطرة تماما على قلبه، ويعبر عنها بمثل هذه الأبيات التي تصف تمكن هذه المحبة واستيلاؤها على القلب. فيقول: إذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها، ما خلقه الله سبحانه وتعالى لينصرف قلبه إلى التعلق بمحبة مخلوق مثله، فيكون حال محبته في قلبه بهذه الصفة، ما خلق لهذا ولم يفطر لأجل ذلك. فإذا كانت بعض القلوب تصل في محبتها لبعض المخلوقات إلى هذه الدرجة، فلمقام المحبين الصادقين لله سبحانه وتعالى الناشئ عن حسن معرفتهم به جل وعلا أعظم من ذلك وأجل، وهو مقام لا يمكن لعبارة أن تصفه، بل هو من الأحوال التي يرتقي إليها القلب فيجدها المحب في قلبه، وتقصر العبارات مهما كانت عن وصفها. نعم. قال رحمه الله: فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. هذه لطيفة ينبه عليها رحمه الله تعالى في وجه تخصيص هذه الأربع بالذكر في الحديث: السمع والبصر واليد والرجل. خص هذه الأربع بالذكر في هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. لما خصت هذه الأربع مع أن الإنسان فيه حواس أخرى وآلات أخرى؟ فما وجه تخصيص هذه الأربع بالذكر؟
يقول رحمه الله: خص هذه الأربع بالذكر لأن هذه آلات الإدراك وآلات الفعل. آلات الإدراك السمع والبصر، وآلات الفعل اليد والقدم. والسمع والبصر يوردان على القلب، السمع والبصر يوردان على القلب، واردات القلب تصل إليه إما من طريق السمع أو طريق البصر. ولهذا في الآية الكريمة قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قدمهما على الفؤاد لأنهما هما اللذان يوردان إلى القلب الواردات، وتدخل عليه من خلالهما الدواخل. فجاء في مقام التحذير تقديم السمع والبصر على الفؤاد، لأنهما يوردان الواردات على القلب ويدخلان عليه الدواخل. فهنا ذكر السمع والبصر لأنهما يوردان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض. ثم تنشأ عن ذلك الحركة، لأن القلب محرك والبدن كله تبع له. فالسمع والبصر يوردان على القلب، وهذا الذي يرد على القلب إذا تحرك به القلب تحرك البدن، فمشت القدم وانطلقت اليد تبعا لماذا؟ لما في القلب من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من حب أو بغض. ألا إن في الجسد مضغة، حركة البدن راجعة إلى هذه المضغة. فالمضغة ما الذي يحركها؟ ما الذي يحركها؟ الواردات التي ترد عليها من السمع والبصر، وبحسب هذه الواردات تتحرك. فإذا تحركت انطلقت الآلات، اليد والقدم في خير أو شر، هذا يمشي إلى المسجد وذاك يمشي إلى خمارة أو وكر فساد والعياذ بالله. فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله، آلاته وبصره بالله آلاته ماذا عندك؟ فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله، أكمل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه. يعني عندي خطأ، كان محفوظا في آلات إدراكه، كان محفوظا في آلات إدراكه التي هي السمع والبصر، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه، لأن أشياء مترتبة ينبني بعضها على بعض. ولأجل هذا أيضا قدم السمع والبصر على اليد والرجل، لأن هذه الأولى تحرك القلب، والثنتين الأخيرات تتحرك عن القلب، قدم السمع والبصر لأجل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة،
أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. نعم. الباء هنا للمصاحبة، والمراد بالمصاحبة المعية الخاصة التي لها مقتضياتها من التأييد والحفظ والتوفيق. ولهذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى أن قال وبي يسمع فبي يبصر إلى آخره. الباء هنا للمصاحبة، أي أن الله سبحانه وتعالى يتولاه تسديدا في سمعه وبصره وحركاته، فيكون مؤيدا بتأييد الله، موفقا بتوفيق الله، لأن الله معه مصاحبا له في حركاته، يؤيده ويحفظه معه المعية التي خص بها أولياءه المقربين وعباده المتقين. نعم. قال رحمه الله: وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله: لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. أعد، هذا كلام عظيم وجميل جدا. قال رحمه الله: فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. نعم. ولهذا عندما يضطرب القلب واشتد عليه الكرب والغم، لا دواء له إلا أن يرجع لله، لا دواء له إلا أن يرجع. ولهذا دعوة المكروب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا عودة لله وتحريك القلب بتوحيد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي به ينجلي عن القلب ما يصيبه من هم وغم. نعم. قال رحمه الله: فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء، يثب ويتقلب حتى يعود إليه. نعم، حتى يعود إليه. نعم. قال رحمه الله: ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به. نعم، يعني يقصد بالموافقة أن الله لا يرد دعاءه، فيكون دعاءه لا يرد، يكون مستجاب الدعوة. نعم. قال: أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. نعم، يعني رغبته ورهبته، الرغبة ما يسأل ويرى فيه من أبواب الخير، والرهبة ما يخاف منه فيتعوذ بالله، فيستجيب الله له في دعواته وتعوذاته. نعم.
قال رحمه الله: وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته. نعم، مصلحة العبد في إماتته، لأنه يموت لينتقل إلى دار النعيم، دار النعيم، دار الخلود في النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نعم. فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، نعم، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد، في كل منبت شعرة. أحسن الله عليك. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نعم، يعني لو كل شعرة من شعرات العبد وكل جزء يسير من جسده في محبة تامة لله سبحانه وتعالى لكان هذا جزء مما يستحقه سبحانه وتعالى على عبده من الحب الذي ينبغي أن يعمر قلب العبد المؤمن به، حب الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.